طيب نبدأ بقى. هو في البداية يعني إيه كونسبت؟ ببساطة هو الفكرة أو الهدف الرئيسي اللي بيوجه قراراتك التصميمية. يعني مثلا هنقول، يعني بدل ما ابدا التصميم مثلا واقول انا عايز احط الكتله دي هنا او عايز شباك كبير هنا، لا، انا اقول الاول انا عايز احقق ايه في الواجهه، انا عايز الواجهه دي تدي انطباع ايه. اللي هو لا، اتكلمنا في الاول عن الانطباع. الانطباع الاول، انا عايز الفكره اللي انا عايز الواجهه بتاعتي تعبر عنها. خليك فاكر ان الفكره مش لازم تكون مجرد شكل. يعني مثلا لو انا قلت مثلا ان انا عايز اعمل الواجهه بتاعتي مستطيلات متداخله، في مثلا مستطيل جاي كده، حلو. هل انا مثلا عامل المستطيلات دي علشان الخصوصيه، ولا عشان الظل، ولا عشان مثلا ااكد حاجه، ولا مثلا عملت عشان افصل الفراغات دي؟ لازم أن يكون في سؤال مهم، هي المستطيلات دي موجوده ليه؟ هنا بقى يبدا التفكير المعماري. طيب لما